السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. ويدوز نهاركم موفق ان شاء الله. الاخوات، بغيت نبارطاجي معكم واحد الفيديو. هو عباره على فيديو. ما بغيتش، فضلت انني عوض ما ندير اوديوهات ندير فيديو. هو واحد الحوار كانت بارطاجته معنا الاخت حفيظه في جروب ديال بسم الله. تيتكلم على كيفاش نتفاوض مع الزبون باش نقنعه. وفضلت ان هذاك الحوار نحولو عبارة على نص ولا افكار ولا موضوع صغير. تيتكلم على نفس الموضوع. اذا باش نتفاوض مع الزبون ونقنعه يشري، كاين مجموعة ديال النقاط اللي غادي نلخصها في ثلاثة ديال النقاط. اذا كما تيقولوا اكثر حاجه عندي عليها معلومات ونقدر نهضر عليها هي نفسي. واهم احتياج عند الانسان هو انه يحس بانه مقبول، بانه مهم في نظر الاخرين وعنده قيمه. فإلا انا بينت للزبون بانه مهم وبانني تنبغيه وتنحترمه، هو غادي يتطلق معايا وغادي غادي تطلق معايا وغادي يتصرف بحريه وبطلاقه بواحد الاريحيه. غيحس بانه بحال انا صديقته ولا من العائله، ولا يعني غيكون مطلوق معايا. وهذا مهم جدا في البيع والشراء. حيت كاين بعض البائعين اللي تيبغي يبيع وتيبغي يبان هو الاكثر اهميه، وهذا خطأ. علاش؟ لان ماشي هو اللي غادي يشري وماشي هو اللي غيخلص يدفع ثمن المنتوج. وكيف ما تيقولوا لو كليون اي غوا، يعني الزبون راه ملك، بالفعل ملك. ولكن حتى البائع راه ماشي عبد ديالو، حتى البائع راه عنده قيمته وخصو يتحترم. ولكن النجم في هذه العمليه ديال البيع والشراء راه هو الزبون. يعني خصنا نبينوا ليه الاهتمام ونريحوه، يعني يحس براسو مرتاح وهو تيشري من عندنا. اذا باش نقنع هذا الزبون يشري، ما خصنيش نبقى نمدح في الشركه ديالي ولا في المحل ديالي. مثلا الشركه ديالنا راه حققت اكبر الارباح، حنا هما الشركه رقم واحد، حنا شركه، حنا احسن شركه في البلاد ولا في. ولكن اشنو خصني؟ علاش خصني نهضر؟ اشنو اللي خصني نمدح؟ خصني ندوي على المنتوج، وسيرتو نهضر على التاثيرات ديال المنتوج. يعني الا استعمل الزبون ولا استعمل الزبون هذاك المنتوج، اشنو غادي يكون التاثير ديالو عليها؟ اشنو غتكون النتيجه ديالو؟ مثلا غنقول للزبونه الا استعملتي هاد الكريم ولا هاد السيروم مثلا، ولا راك غادي تكوني انت هي النجمه، غتكوني محط انظار ديال الكل. ونقدر نهضر ايضا على مثلا على الضمان، بان مثلا الشركه ديالنا راه تعطي ضمان ديال 10 سنوات، وهذا تيدل على الجوده. يعني مادام تعطي 10 سنين، راه مده طويله، يعني انها عارفه اشنو تتبيع، يعني انها عارفه ان المنتوج ديالها راه جيد، راه ما غيخسر لا في عام ولا عامين ولا 4 سنين ولا 6 سنين، 10 سنين، يعني راه عمر. وهذا الشيء غيخلي الزبون تثيق بالشركه وتشجع باش تشري. والا احتجت الزبونه مثلا على الثمن، تقولك لا البرودويات ديالكم غاليين ولا ما خصنيش نتعصب، ما خصنيش نعارض، ما نقولش ليه لا لا راه ما غاليينش. بالعكس، خصني ما نبينش ليها المعارضه. خصني نتلقى هذاك الاحتجاج ديالها بقلب برحب، بصدر رحب. خصني نقول لها مثلا بالعكس، فعلا راه المنتوجات راه شويه دايره الثمن. ونتصرف بكل هدوء وحكمه. مثلا نقول لها لا لا، ربما تيبان لك ان الثمن غالي، راه حتى انا خديته غالي، ولكن راه الجوده ليها ثمن. كيف ما تيقولوا زيد الماء زيد دقيق، يعني قد ما زادت الجوده قد ما تيزيد الثمن. اما حسن ناخذ شي حاجه بثمن غالي وفيها جوده وغتدي لي واحد المده طويله، ولا ناخذ شي حاجه شي برودوي بثمن رخيص وغادي كل مره خصني نشري واحد اخر، وربما حتى النتيجه اللي غيعطيني غتكون خايبه، غيكون عنده سلبيات.
علاش؟ لان فاش يجي يفكر الانسان ولا فاش تفكر الزبونه تتلقى بان عندك حق. مثلا شامبوان فيه 500 مليلتر غيدير لك واحد 4 شهور ولا 5 شهور، ماشي يقول شامبوان ديال 20 درهم وغدوز بيه واحد 15 يوم ويسالي ليها. يعني خصها في الشهر 2 ولا 3. احسن، اما احسن واحد 4 شهور ولا 5 وتنسى الشامبوان، وعد بانه مثلا بيو، بان عنده بزاف ديال الايجابيات. ولا تاخذ مجموعه، ولا مثلا في 4 شهور ولا 5 شهور تاخذ واحد 10 ولا 6 ولا 4 ديال لي شامبوان مثلا. علاش ما خصنيش نعارضها؟ لان فاش تعارض الزبون تتولي تبان لي بانك الخصم، بانك المنافس ديالو، يعني انت جيتي ضده. اما فاش يحس بك الخصم انك معاه، انك تتوافقوا الراي، راه تيرتاح وتيقول فعلا هذا الشخص، راه هذا السيد راه تيدوي بالمعقول. وفوق هادشي كامل، نخلي الزبون يقتنع، وباش نخليه يقرب مني ويرتاح ليا ويتعامل معايا ويرجع عندي مره اخرى، واحد النقطة اللي مهمة هي الابتسامة. يعني دائما خصني نحافظ على الابتسامة، واخا نكون انا داخليا معصب ولا ما عجبتنيش هضرته، ولا خدا مثلا شي منتوج وما عجبوش وعقب رجعوا ليا، ما خصنيش نبين الغضب ديالي. خصني ديما نبقى مبتسمة ونحسس هذاك الزبون بان المحل راه ديالو في اي وقت يقدر يجي ليه، باش نحافظ عليه. لان فاش يكون عندك زبون وتتربحوا، راه ما تتربحش زبون واحد، راك تتربح مجموعه ديال الزبناء. لان هذيك الزبونه شنو تدير؟ تتمشي مثلا تتوري لختها شوفي واحد الشامبو خديتوها فيه وزوين، والسيد اللي باعته يلاه يعمرها دار، عرفتي شحال دايره، تضحك وتدخل الخاطر يعني تتخلي دوك الناس اللي تتعاود لهم على المنتوج حتى هما يقتنعوا ويجيو عندك ويوليو يتعاملوا معاك. اذا زبونه غتجر زبونه غتجر زبناء غتجر زبناء اخرين. هنا فين تتربح الزبناء. واللي مهم في هادشي كله هو تكون عندك هذاك الفن ديال الاقناع، لان فن الاقناع هو التجاره. وشكرا لكم.